احيانا كده بيجي على الواحد وقت بيكون مش عاوز يعمل حاجه، او ان طاقته بتكون خلصانه وما عندوش طاقه يشتغل في اي حاجه جديده او حتى يخلص اللي وراه. وانا هتكلم عن نفسي لان المشكله دي انا بقالي فتره واقع فيها دلوقتي وبدور لها على حل، وزي اي حد عاقل ابتديت ادور على ايه سبب المشكله دي عشان الاقي حل ليها. طبعا انا في دماغي دلوقتي ان انا مجرد ما احط ايدي على السبب هسترجع طاقتي وهبقى سوبرمان وهخلص كل اللي نفسي اخلصه. وبعد ما قريت كتير في موضوع فقدان الطاقه ده وفقدان الشغف وان انا ما عنديش طاقه اعمل اي حاجه، لقيت ان غالبا هيكون في سبب نفسي، يعني في مشكله اكيد شاغله تفكيري او موضوع معين شاغل تفكيري واخد كل طاقتي ومخليني ما عنديش طاقه متبقيه اعمل اي حاجه تاني. وبرده غالبا هيكون في سبب صحي، يعني انا روتيني اليومي هيكون غالبا بايظ فده مخلي ما عنديش طاقه برده. وبعد ما قعدت افكر لقيت ان انا غالبا السببين موجودين دلوقتي. يعني انا دلوقتي بقالي شهر نومي مش مظبوط، انا كنت عامل جدول ان انا اخر 12 بكون نوم، دلوقتي بلاقي نفسي قاعد لحد الساعه 2 او كده، ما بقتش اعرف اصحى بدري زي ما انا كنت عاوز او زي ما كنت بعمل، وده طبيعي برجل لي اليوم بتاعي شويه. طبيعي دلوقتي ان طاقتي وانتاجيتي تقل. تاني حاجه ان انا ما بقتش بشرب ميه كويس، يعني انا دلوقتي طول اليوم في المستشفى بلاقي نفسي في اخر اليوم ما شربتش غير كوبايتين ميه. حاجه كمان لقيت نفسي بعملها ما اعتقدش ان هي صحيه ابدا، هي ان انا بقيت بشرب شاي كتير خالص. يعني المفروض ان انا اشرب الشاي ده وقت العوز، يعني انا هذاكر مثلا او ورايا شغل مهم عايز اخلصه وعايز ابقى مركز، خلاص اشرب كوبايه شاي. لكن انا لقيت نفسي ممكن اشربه مرتين ثلاثه في اليوم بدون داعي، بس عشان اظبط مزاجي مش اكتر. واللي استنتجته ان اكيد العادات غير الصحيه دي اكيد ليها دور في ان طاقتي قليله خالص وان انا ما عنديش طاقه اشتغل او اعمل اللي المفروض اعمله. اما بالنسبه للسبب النفسي فلقيته موجود برضه. انا دلوقتي سنه الامتياز، وسنه الامتياز دي بتعدي فيها على كل التخصصات، يعني بتعدي على الجراحه، بتعدي على الباطنه، بحيث تاخد فكره عن كل تخصص وتبقى عارف نفسك انت هتختار ايه في اخر السنه. يعني في اخر سنه الامتياز بتختار تخصص تستمر عليه حياتك كلها. ولقيت ان الموضوع ده شاغل تفكيري جدا، وانا مش عارف طيب اختار جراحه ولا هختار باطنه ولا هختار ايه بالظبط. موضوع اختيار التخصص ده لقيته ساحب فعلا كل طاقتي، لان انا مدي الاهميه بس للموضوع ده دلوقتي، مش قادر اركز في اي حاجه تاني. لو انت وضعك شبيه بوضعي، مش لازم نفس الاسباب يعني، بس نفس الفكره، في شويه حاجات كده انا هحاول اعملها. اول حاجه العادات غير الصحيه اللي انا بعملها دي لازم اوقفها فورا، او على الاقل بالتدريج واحده واحده اخرجها من السيستم بتاعي. نومي اللي مش متظبط، ما بشربش ميه كويس، الشاي الكتير او القهوه الكتير، عموما الحاجات دي هحتاج اوقفها لو انا عايز استعيد نشاطي واستعيد انتاجيتي. اما لو عندك سبب نفسي زي حاجه شغله تفكيرك، زي بالنسبه لي موضوع اختيار التخصص ده، الحل هو ان احنا نعمل اللي نقدر نعمله دلوقتي وخلاص. بالنسبه لي كل تخصص بنزله اجتهد فيه واحاول اتعلم منه قدر الامكان، اسيب موضوع اختيار التخصص ده للاخر خالص بقى، لان انا شايف ان انا مجرد التفكير فيه او التفكير الزايد عن الحد في الموضوع ده مش هيفيد. ولو انت برضك في اي مشكله شبه كده، الحل ان احنا نعمل اللي علينا وخلاص ونسيب الباقي على ربنا. صدقني موضوع انك تبقى ما عندكش طاقه ده او ما عندكش تركيز غالبا بيكون السبب فيه دماغنا. يعني انت بتبدا يومك بكميه طاقه محدوده، المفروض نخلي بالنا احنا بنصرف الطاقه بتاعتنا دي في ايه بالظبط. لو في موضوع زي كده شاغل تفكيرك واخد كل تركيزك، خلاص انت مش هيتبقى لك طاقه تصرفها على حاجه تاني. قد تكون الحاجه تاني دي مهمه او محتاجه منك تخلصها دلوقتي. وغالبا كلنا بنقع في فخ ان احنا عايزين كل حاجه تمشي بيرفكت وتبقى مظبوطه، وده مش واقعي او مش هو ده اللي المفروض يحصل. ومش لازم تبقى كل حاجه بيرفكت عشان نبقى مبسوطين في الاخر، يكفي انك تكون بتحاول تعمل اللي عليك مش اكتر، وان روتين يومك يبقى شويه صحي. ده اللي انا ناوي اعمله، وان شاء الله التركيز والطاقه يرجعوا واحده واحده.